ده احلى ايس كريم ساندوتش ممكن تجربوه. اولادك هينبهروا من جماله. طعمه في منتهى الجمال والروعة، وبجد مفيش اجمل من كده. طبعا كل الاطفال بتحب تشتريه من بره. النهارده هنعمله في البيت بكل سهولة وبساطة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. في بولة نزلت بكوبايتين من الحليب المغلي، وباكت من جيلي الفراولة، معلقتين من السكر، 3 معالق من الحليب البودر، ودوبتهم مع بعض بالشكل ده. ودخلتهم المفروض الفريزر 5 دقايق او 10 دقايق، بس انا سبتهم يتجمدوا. بس اشتغلوا فيهم على طول، ما تسيبوهمش يتجمدوا، يدوب يبردوا بس. نزلت عليهم بكوبايه من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، وضربتهم مع بعض بالشكل ده، وقوامهم بيكون بالجمال ده. جبت عندي قالب بايركس وحطيت فيه كيس تلاجة، وابتديت اوزع فيه البسكوت بتاعي بالشكل ده. وحطيت الكريمة عندي في كيس حلواني علشان تسهل معايا الدنيا، واضمن ان البسكوت ما يتحركش من مكانه. مهم جدا نحط كيس تلاجة او ستريتش راب علشان يطلع معانا الايس كريم بكل سهولة. ظبطت السطح بتاع طبقة ايس كريم الفراولة بالشكل ده. ايس كريم الفانيليا كوباية من الحليب الساقع، كوباية من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، 3 معالق من الحليب البودر، معلقتين من السكر، ومعلقة من قشطة وش اللبن، ومعلقة من الفانيليا. ضربتهم مع بعض بالشكل ده، وده بيكون قوامهم. نزلت بطبقة ايس كريم الفانيليا بالشكل ده، وابتديت اوزعها واساوي السطح بتاعها بنفس الطريقة. وده اطعم ايس كريم فانيليا ممكن تجربوه. ظبطت السطح بنفس الشكل، وابتديت ارص البسكوت بتاعي بنفس الطريقة، واحاول ان البسكوت يكون مظبوط جدا علشان تطلع معانا الايس كريم ساندوتش مظبوط جدا. بغطي الاطراف، وغلفت الوش بالاسترتش راب، ودخلتهم الفريزر 12 ساعة، وبيخرج معانا بالجمال ده. ابتديت اقطعهم بالسكينة المنشار. ما بين كل واحدة والتانية بغسل السكينة بتاعتي علشان تطلع معايا شكلها مرتب. طبعا البسكوتة اللي استخدمتها كانت صغيرة، ببتدي اقص الاطراف علشان تطلع معايا مظبوطة بالشكل ده. تقدروا تستخدموا البسكوتة الحجم الاكبر. هيعجب اولادك جدا، جربوها تحبوه. اشوفكم الفيديو الجاي.